السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا أم العيال ودول أولادي سوسو ودودو ولولو. أنا زعلانة. عارفين زعلانة ليه؟ عشان سارة، ما هي صاحبتي وحبيبتي وأختي، وبتشكيلي كل أفراحها وكل أحزانها وكل أشجانها. هي زعلانة، أنا شفتها بعينيا وهي قاعدة تعيط 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 وتقول خذلوني. أنا ما فهمتش يعني إيه خذلوني. تقول كسفوني، يعني كسفوني يعني كده تزعلوني يعني ما. وبعدين قعدت أقول مين اللي مزعلها مين اللي مزعلها. بعد كده فهمت فهمت إن هو ده اللي مزعلها. عارفين ده مين؟ دي السلسلة بتاعت محمد رمضان. سارة كانت ناوية تعملها لمحمد رمضان. فرحت بيه قوي لما شافته في رمضان، واللي عمله في رمضان وهو بيفرح الناس الغلابة، الناس اللي محتاجة. كان حلو قوي، رغم ان هي ما كانتش بتحبه قبل كده، بس ابتدت تحبه ساعة رمضان. وكمان حبته لما عرفت ان هو من مواليد برج الثور، يعني زيها. أوه. لكن اللي حصل انها ابتدت فعلا تشتغل في العروسة بتاعت محمد رمضان. اهو بصوا، وتعبت فيها، عمالة تغني وتقول اسمها ايه، اغنية ثبتني ديت، واغنية نمبر وان، ورايحة جاية تعمل لنا كده في الشقة. رايحة جاية تعمل لي كده نمبر وان. نمبر وان ينفع كده يا محمد يا رمضان تزعل صاحبتي وتخذلها؟ طب هي كانت هتعمل لك الطقم دوت بالجاكيت الموفي البنفسجي، وكانت هتعمل لك حاجات حلوة، وهتعمل لك السلسلة ديت تلبسها لك كده هوت عشان تداريك. انت الصورة بتاعتك كنت لابس الجاكيت ده من العريان. هي قالت انا هعملها له وهلبس له السلسلة ديت، هحطها له في الحتة دهيت ويبقى امور. بس هو زعلها خالص، زعلها خالص. طب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل لك الشخصية باللبس الجديد؟ هو ده ينفع؟ ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ افهمك ازاي؟ انت قد ايه كسرتني، قد ايه خذلتني، وانا كنت بحبك وبقول ان انت شبه ابني سوسو. طب ازاي انت تبقى قدوة؟ ازاي بعد اقول ايه؟ بس ما يصحش. انا زعلانه منك يا محمد عشان انت زعلت ساره. طب هكملها؟ مش هتكمل العروسه، هي مش تعرف تكملها، خلاص مشاعرها واحاسيسها وانقضت وانتفضت. ربنا يعوض عليكي يا صاحبتي، ربنا يعوض عليكي.